نحكيو على التداعيات نتاع العمليه الاجراميه، العمليه الارهابيه اللي جدت نهار الاربعاء اللي فات، واللي معناتها الناس الكل ما نقولش فاقت عليها كما مثلا العمليات الاخرى، ولكن وقتها جات في وقت شقان الفطر بالضبط. يعني الناس صايمه وحتى الجنود بيدهم وقتها كانوا صايمين، والارهابيين اغتنموا الفرصه، وهذا تكتيك من التكتيكات اللي معناتها يقع استعمالها في مثل العمليات هذه. علاش؟ لانه يصير نوعا ما نحبش نقول تراخي، ولكن معناتها ما لقيتلاش وصف العمليه سي محمد. معناها علاش تو مثلا احنا وقت نحكيو على امن وناس معناتها صارت عمليات ارهابيه وناس تذبحت وقع التنكيل بالجثث نتاعها معناتها، ونجيو في شهر رمضان معناها ونتعاملوا كأنه ما ثم حتى شيء، معناها نجيو في شقان الفتر ونبداو معناتها مخيمين معناها في سوز نقاط نتاع تفتيش، ويهبط علينا جيش في اللحظات هذيك. معناها هل انه ما ثماش توقع للسيناريوهات، ما ثماش قراءه امنيه؟ لانه انت باش نجم، انا باش نجم نوقفك لازمني نحط روحي في بلاصتك ونخمم كيفك، ويجعلنيش نوقفك، ولازمني برشا امكانيات. وانت حتى سي محمد بن نور حكيت على التسليح، معناتها هذايا معناتها ماذا بينا لو كان تحكينا عليه بعد شويه. سي محمد العربي جلاسي عن التيار الديمقراطي، معناتها شنو رايك وقت اللي تسمع معناتها الكلام هذايا معناتها كسياسي، ونحب زاد ناخذ رايك كمواطن؟ يعني هو الرياكسيون الاولانيه نتاع مواطن، هي ما تنجمش تكون كي تسمع ب 15 شهيد، لانه الخبر الاولاني ما كناش واضحه الامور، لكن تسمع ب 15 شهيد تراجي كمواطن، تراجي كشاب كنت نجم تكون في بلاصتهم. انا ندادي اللي توفى وماتوا باش نجم نعيش، باش نجم نكمل حياتي. دونك نجم تراها كان بالطريقه هذه. ولازم نخموا اللي احنا كي نبعثوا اولادنا للجبل ما يكفيش نبعثوهم للجبل، لما نبعثوهم للجبل باش يحميونا ونعطيهم امكانيات حمايتنا. لكن هو المصيبه، انا علاش سالتك قلت لك وانك كمواطن تخمم، معناتها المواطن ينجم يخاف، ينجم يترعب، ينجم يرهب، يعني هو الكلمه اسمها ارهاب يعني. ولكن كسياسي لازم لا تخاف ولا ترهب ولا حتى شيء، وتحاول باش تكون ردة فعل ايجابيه وسريعه. هذا علاش سالتك وقلت لك اعطيني الفرق. تصور اليوم حتى من سياسيين ومواطنين وامنيين وجنود، فما حاجه لازم نركزوا عليها، اللي نتوجهوا صحيح، نحسوها صحيح، خاطرهم اولادنا وماتوا على خاطرنا. بقينا حكايه الخوف والارهاب لازم نحيوها من بالنا، لازمنا نكونوا متاكدين وعندنا ثقه في رواحنا كتوانسه، وعندنا ثقه في جيشنا، وعندنا ثقه في امننا، وعندنا ثقه في دولتنا. ما نعرفوش جماعات ارهابيه 30 ولا 60 ولا 100 والا 1000 طيحوا دوله بالقوه. ينجموا يطيحوا، ينجموا يدخلوا فيها غوله بالخوف بالارهاب بالترهيب، يعني يستعملونا ضد رواحنا. نكونوا واثقين من رواحنا، واقفين على ساقينا. فما اخلالات، فما نقائص.